That must feel good to travel to important places and meet a lot of important people. Well, not exactly. I feel cut off from the rest of the world. When I accepted this promotion as Executive Secretary of Advertising, I thought it was going to be a major step upward for me. Yeah. Now I'm not sure why I accepted this promotion. I mean, they're obviously much too dim to realize that my suggestions are the first glimmer of genius this company has seen in years. I think they're just too jealous to accept my ideas. Any other company would have absorbed them. They passed right over them. أهلا بيكم في حلقة جديدة بعنوان النرجسية. لما نيجي نرجع لقديم الزمان لأساس كلمة نرجسية، فهي منسوبة لأسطورة يونانية ورد فيها إن واحد اسمه نركسوس كان آية في الجمال وعشق نفسه حتى مات لما شاف وشه في المية بحجة إنه جميل يعني. وده يوصلنا لتعريف النرجسية. فبالملخص كده هي عبارة عن أنانية وحب النفس. وبما إنه أحد الأنواع الأكثر أهمية في اضطرابات الشخصية ال10، فالشخص المصاب بالاضطراب ده بيتميز بالغرور والتكبر والشعور بالأهمية الغير مبررة. ده غير إنه بيحاول يكسب اللي هو عايزه على حساب الآخرين، مش همه أي حد، وما عندهوش أي ذرة تعاطف مع أي حد قريب أو بعيد. وبما إن أول ظهور للشخصية النرجسية غالبا في مرحلة المراهقة ونسبتها أعلى في الظهور عند الرجال من الإناث، ده غير إن الصفات النرجسية بتقل لما الشخص يكبر في السن. وبما إن العيش مع الشخص النرجسي ممكن يموت روحك ويخنقك، ده غير إنه يدوس عليك لأن أهم حاجة هي نفسه. فخبراء الصحة العقلية قالوا إن اضطراب النرجسية بقى أكتر انتشار ووضوح في الحياة اليومية. ده غير إن نسبة انتشار الاضطراب ده بين الشباب وصل لنسبة فوق 80%، والارتفاع الملحوظ ده جه بالتزامن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وبما إن النرجسية لها تأثير كبير قوي على العلاقات اللي ممكن يؤدي لأذى عاطفي للأشخاص المقربين منهم، بما في ذلك الشريك العاطفي ممكن يحس بالإهمال والاستغلال، وممكن النرجسي يخليه كمان يعني من انخفاض في الثقة بالنفس. ده غير إن أصدقائه وعائلته بيحسوا بالإرهاق والتعب بسبب سلوكه المستمر اللي ما بيخلوهمش يرتاحوا ولا يحسوا بالأمان. ولو أحد الأطفال عنده أب أو أم نرجسي، فده طبعا هيأثر سلبا على حياته وهيخليه يعاني من مشاكل نفسية في المستقبل. وبما إن الشخصية النرجسية ما بتتولدش من العدم، ففي أخطاء حصلت في الصغر خلت الشخص ده يوصل لكده لما كبر. ومن الأسباب المتعارف عليها واللي احنا ملناش تأثير كبير عليها هي الأسباب الوراثية. يكون أصلا في شخص في العيلة كان عنده إصابة بالاضطراب ده فانتقل لحد تاني من أطفاله. وفي برضه أسباب بيئية زي التعرض للإهمال والإيذاء في الصغر. فمن الأخطاء التربوية اللي ممكن تخلي الطفل يطلع كده لما يكبر تدخل زائد من الأم والأب في شؤون الطفل، فبيطلع اعتمادي وأناني وبيعتمد على كل اللي حواليه عشان يعمل اللي هو عايزه. ده غير إن في تقييم مفرط من الأم والأب، لا أنت غلطان، لا أنت عملت صح، أو العكس إنك مدلله وسايبه يعمل كل اللي يخطر على باله من غير تقويم ليه ولا تصرفاته. ثالث حاجة معانا الإعجاب الزايد أو الغير واقعي المبالغ فيه. لما يظهر من طفلك موقف حلو أو إنجاز لازم نبقى متزنين في مدحه. رابع حاجة مدح الشخص لذاته مش لفعله، فالصح إن احنا نشجع السلوك ونمدح السلوك، ما نمدحش النفس ذاتها. خامس حاجة السلوك الغير متوازن والغير متوقع في الثواب والعقاب، والأخطر منه إن الطفل أصلا يكون اتعرض للإيذاء النفسي والعاطفي بالألفاظ من شتايم وسخرية، فيعوض ده بالنرجسية لما يكبر. سادس حاجة التوبيخ الزايد للسلوك السيء على حاجة ما تستاهلش، حتى لو تستاهل في الآخر ده طفل ومحتاج توجيهك مش انتقامك. سابع حاجة العلاقة السيئة مع الوالدين وكترة سماعه منهم انت ملكش قيمة، انت مش موهوب. وبما ان النرجسي ما عندهوش قدرة على الاعتراف بالخطأ، فنلاقيه دايما بيلقي باللوم على غيره عشان يقلب الامور لصالحه، وكمان بيستغل ايجابيات الاخرين لصالحه. وده ما يمنعهوش ان يكون عنده شخصية كاريزما يقنعك بكلامه وحلاوة لسانه فتنخدع بيه. وبما ان اخطر صفة عند النرجسي واللي بتعتبر سلاح قاتل ان يعيش دور الضحية ويلقي اللوم
على غيره، فيحسس شريكه أو الشخص اللي بيتعامل معاه بالذنب عشان يستغله ينفذ الحاجات اللي هو عايزها، وده بقى على حساب وقتك وشغلك، مش في دماغه أهم حاجة هو نفسه. وبما إن النرجسي شايف نفسه إن كل الناس أقل منه، يعني أنا وما دوني، وبما إن علماء النفس في الولايات المتحدة لقوا إن أفضل طريقة تعرف بيها الشخص النرجسي هو سؤاله سؤال مباشر: هل أنت نرجسي؟ لا، ما تضحكش، إن دي فعلا حقيقة. عايز تعرف بقى الحل السحري في التعامل مع الأشخاص النرجسيين؟ أول حاجة أصلا لازم تتأكد إن الشخص ده فعلا عنده الاضطراب ده، وتعرف كده لما تلاقي إن معظم الأعراض اللي احنا قلناها دي فيه. وطبعا بعد ما تتأكد، أول خطوة في التعامل مع الشخص النرجسي هي التجاهل، يكون رد فعلك صفر عشان ما يخلصوش طاقتك وتقعد تاخد على قلبك على الفاضي. عارف بقى إن التجاهل ده بيعمل لهم إيه؟ ده بيعطيهم اهتمام سلبي، ولو جادلت معاهم ده يبقى اهتمام ايجابي. المهم اهتمام، احنا بقى مش عايزين اهتمام لا ايجابي ولا سلبي. تاني حل معانا، لازم تكون حذر تماما، ما تقولش للنرجسي انت نرجسي، هتقلب عليك انت مش هو، ولا توضح له خطتك في التعامل معاه، لانه اصلا مش قابل ولا يعترف ان عنده حاجة زي كده. تالت حل، لو حصل إساءة لفظية أو جسدية متكررة لازم تطلب تدخل من اللي حواليك عشان يقف عند حده. اطلب الدعم لنفسك عشان ما تبقاش ضحيته، وما تخليهوش يوصلك لدرجة الذبول التام والتحطم. اطلب دعم من أهلك، من أصحابك، من أخصائي نفسي. رابع حل واللي لازم تركز عليه جدا في تعاملك مع الشخص النرجسي، ما تجادلش ولا تناقش ولا تبرر، لانه كده كده مش هيقتنع، واسهل حاجة عليه يكذبك ويقول لا ما حصلش، لا ما عملش، حتى لو جبت له كل الادلة. خامس حل، خلي فيه حدود للكلام. لما تلاقي واحد بيشتم وبيصرخ قدامك كده، على طول انهي الحوار، ما تديلهوش فرصة انك تخلص طاقتك عليه. سادس حل، صغر حجم سيطرة الشخصية النرجسية عليك. يعني مثلا لو في حتى حقوق مشتركة لكل واحد، فيكون لكل واحد ياخد حقه، بس في حدود، بلاش السلطة على الخصوصيات، خلي فيه مساحة للحرية الشخصية، لأنه لو تملكك عمرك ما هتفلت منه. سابع حل، ابتعدوا عن شخصنة المواضيع. لما يكون في زوج بيحقر في زوجته ويتمنن عليها أو العكس، ليه بقى انت المفروض تبعد عنه؟ لأنك هتضعف نفسك بنفسك. تامن حل، لازم يكون عندك مصدر للدعم النفسي. ليه؟ عشان يرجع منظومة الثقة عندك تاني، لأن النرجسي بيحطمك وبيكسرك. نيجي دلوقتي لسؤال، أنا إيه اللي مصبرني على الشخص النرجسي، خاصة لما تكون مرتبط بيه؟ في بعض الناس بتختار إنها تسيبه وتبعد عنه عشان ترتاح نفسيا، لأن أهم حاجة نفسها. وفي ناس تانية بيكون ارتباطها بالشخص النرجسي ده ارتباط قرابة، ممكن كان يكون عندك أسباب عائلية أو بيئية، يعني نشأت في بيئة كان فيها أب أو أم نرجسي، فأنت متعود على كده، عشان كده صبرت. أصل النرجسي بيختار شريكه لازم يكون عنده سمات الشخصية المضحية. ليه؟ لأن الشخص المضحي ده بيجي على نفسه عشان خاطر اللي حواليه، بيهتم بغيره أكتر من نفسه. ده غير إنه بيدوب نفسه عشان يرضي اللي حواليه وينور ليهم، وده طبعا أكبر غلط. أصل إيه فايدة إنك تخسر نفسك عشان غيرك؟ وده هيخليك ضحية سهلة جدا للشخصية النرجسية.